يا أهلا وسهلا. النهاردة وأنا ببدأ سنة جديدة من عمري قررت أحتفل معاكم بطريقة مختلفة. النهاردة يوم ميلادي وأنا اللي بقدم لكم الهدية، وهديتي ليكم النهاردة إني أشارك معاكم الأسرار اللي قدرت بمساعدتها أكون نسخة أحسن من نفسي. هقول لكم على 7 حاجات أثرت في حياتي بشكل كبير، ممكن تسموهم 7 عادات أو 7 أدوات. المهم إن الحاجات دي لما فهمتها كويس جدا ساعدتني بشكل كبير إني أغير من نفسي ومن حياتي. ولو حابين تقدموا لي هدية انتوا كمان، فمش هيكون في حاجة احسن من انكم تطبقوا حاجة من الادوات اللي انا قلتها او اكتر من حاجة وتستفيدوا بيها فعلا، وان الفيديو ده يفيدكم في حياتكم ولو حتى بشكل بسيط. في جملة كنت سمعتها قبل كده بتقول: إذا كنت لا تتطور فأنت تتدهور. لما فكرت في الجملة دي فهمت إن الإنسان ما ينفعش يكون واقف مكانه بأي حال من الأحوال، هو يا إما طالع لقدام يا إما بيتأخر وبيرجع لورا، وكل واحد فينا في إيديه الاختيار. يعني مفيش اوبشن عندنا ان احنا نفضل واقفين مكاننا بس من غير ما نتحرك. احنا كده يا هنطلع لقدام يا هنضطر نرجع لورا، لان الحياة كلها هتطلع لقدام وهتسيبنا. حتى كمان في دعاء لو ركزتوا في معناه هتلاقوا بنفس المعنى ده. احنا دايما بنقول: اللهم يا مبدل الحال والاحوال بدل حالنا الى احسن حال. وطالما كده هنتغير يبقى الحل الوحيد اللي قدامنا ان احنا نتغير صح ونوصل لافضل نسخة من نفسنا. اول حاجة تخيلي معايا كده ان انتي ماشية في طريق، مش عارفة نهاية الطريق ده ايه، ولا انتي رايحة على فين، ولا انتي ماشية فيه ليه اصلا. هل هتقدري تكملي؟ هل هتقدري تواجهي المشاكل والعقبات اللي هتقابلك خلال الطريق؟ يبقى اول حاجة يكون عندك سبب قوي يخليكي تبدأي الطريق، سواء طريق التغيير او التطوير، عشان كل ما تكسلي شوية ترجعي تفكري نفسك وتقولي: انا عندي هدف نهائي وعايزة اوصل له. وخلي بالك من النقطة دي، مش معنى انك تقفي شوية في الطريق او تواجهك صعوبة انك تلغي الرحلة كلها، بالعكس انت مفروض تقومي اقوى وتكملي رحلتك تاني على طول. ومن الحاجات اللي هتساعدك تحافظي على قوة هدفك باستمرار انك تخلي البيئة المحيطة ليكي بتشجعك وتحفزك وتفكرك دايما بهدفك اللي عايزة توصلي له. يعني لو هدفك تخسي، ضروري جدا ان السوشيال ميديا بتاعتك اللي انت بتتفرجي عليها تكون بتشجعك وبتفكرك بهدفك ده. يعني لو مشتركة في صفحات بتعمل اكل او قنوات بتجيب طبخات وحاجات زي كده، او بتتفرجي على التلفزيون على قنوات الطبخ، يستحسن ان انت تبعدي عن الكلام ده، تلغي الاشتراك والمتابعة، ما تجيبيش القنوات دي وتشتركي في قنوات ليها علاقة بالاكل الصحي، بالتمارين، بطرق الدايت ونزول الوزن. وقيسي ده بقى على كل حاجة انت عايزة تعمليها. لو انت مهتمية انك تتعلمي حاجة جديدة، اشتركي في القنوات والصفحات اللي ليها علاقة بالموضوع ده. وهكذا قيسي بقى على اي هدف انت محتاجة تطوري نفسك فيه. انت كده عملتي ايه؟ انت كده خليتي كل حاجة حواليكي بتفكرك بهدفك، حتى لو كسلتي او نسيتي او تناسيتي الهدف اللي عايزة توصلي له، ففي حاجات كتير هتفكرك بيه وهتشجعك. تاني حاجة، في قاعدة كده اسمها قاعدة 1%. يعني ايه؟ دي قاعدة بتعبر عن التغييرات البسيطة ولكن المستمرة. الهدف اللي انت عايزة توصلي له ممكن تكوني حاسة ان هو كبير جدا، بس مهما كان كبير طالما ماشية في الطريق اللي هيوصلك ليه في الاخر هتوصلي، حتى لو ماشية بخطوات بسيطة جدا. يعني لو كل يوم 1%، النهاردة 1، بكرة بقوم 2، بعده بقوم 3، في يوم من الايام هتوصلي لل100%. بس كلمة السر هنا هي الاستمرارية. ليه بقولك الكلام ده؟ لان احنا ساعات بنمر بحاجة اسمها حماس البدايات. في اول اي حاجة بنكون متحمسين جدا وعايزين نوصل لهدفنا وماشيين بسرعة، بس قصاد السرعة دي بنتعب برضو بسرعة وبنكسل بسرعة وبنزهق بسرعة وبنحس بملل وبنقف وبنبطل وبننسى الهدف ده اصلا. تالت حاجة بقى، خليكي عارفة ان تكوين اي عادة جديدة بيكون صعب جدا في بدايته، ومش صعب عليك انت بس، ده صعب على اي حد. لكن مع الاستمرار والتكرار بيكون اسهل لحد ما نوصل لمرحلة التعود، عشان كده اسمها عادة. يعني بقينا بنعملها بطريقة تلقائية ومش محتاجة مننا وقت ولا جهد، بل بالعكس ساعات بنعملها بطريقة بدون وعي، يعني من غير ذهن حاضر اصلا. طيب ايه هي الفترة الكافية عشان نكون عادة جديدة؟ الفترة دي تقريبا بتكون 40 يوم، عشان كده النقطة دي انا سميتها فرصة 40 يوم. يعني مهما كانت العادة او الحاجة اللي انت بتحاولي تلتزمي بيها صعبة جدا من وجهة نظرك، ارجوكي ما تستسلميش غير لما تديها فرصة 40 يوم على الاقل. رابع سر بقى هو حاجة بيسموها المالتي تاسك، يعني المهام المتعددة في وقت واحد. يعني نعمل اكتر من وظيفة او اكتر من شغلانة في نفس الوقت مع بعض، وافضل حاجة ان تكون حاجة منهم محتاجة مجهود ذهني وعقلي والحاجة التانية محتاجة مجهود بدني. زي ايه؟ زي ان احنا ممكن نذكر ربنا ونقول ادعية واحنا بنروق الشقة،
زي ان احنا ممكن واحنا بنعمل الاكل او بنغسل المواعين ممكن نسمع بودكاست او نسمع اذاعة القرآن الكريم. فكرة الراديو في المطبخ باذاعة القرآن الكريم فكرة رهيبة، بتخليكي طول الوقت بتسمعي القرآن بتركيز وبتطوري من معلوماتك الدينية، طول الوقت ذكر ربنا على لسانك. ممكن كمان تسمعي بودكاست، ممكن تسمعي محاضرة مفيدة، ممكن تسمعي معلومات علمية في اي حاجة انت عايزة تطوري نفسك فيها الفترة دي. ممكن تعملي مهمتين في البيت، يعني تكوني مثلا مشغلة الغسالة على دور غسيل وفي نفس الوقت رحتي تغسلي المواعين او تعملي اكلك. ممكن تكوني بتروقي الشقة وفي نفس الوقت بتدي مهمة لأولادك يخلصوها في الواجبات بتاعتهم، لو مش محتاجين ان انت تكوني قاعدة معاهم. لو محتاجين انك تكوني قاعدة معاهم ممكن تقعدي وتراجعي معاهم وفي نفس الوقت ماسكة كشكولك وقلمك وبتكتبي افكارك، بتنظمي وقتك، بتراجعي حاجة كنت بتحفظيها يعني. والافكار كتيرة، وطبعا دي الحاجات اللي بتناسبني واكيد في حاجات تانية هتناسبك انت كمان. وبكده احنا بنكون استغلنا الوقت ان احنا نعمل كذا حاجة في نفس الوقت ده، وده نوع من انواع البركة في الوقت. هتلاحظي انك بتستغلي وقتك وبتطوري من نفسك وبتحققي اهدافك وكمان بتقربي من ربنا، كل ده في نفس الوقت. وهتتفاجئي بعد كل ده ان بقى عندك كمان وقت فراغ. تخيلي بقى. خامس حاجة انك تحبي حياتك، عيشي كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، استمتعي بيها وحبيها على قد ما تقدري، عيشيها بعقل واعي، مش وانتي غرقانة في افكارك ولا وانتي غرقانة في السوشيال ميديا ولا وانتي بتفكري في احداث بتحصل في حياة ناس تانية وسايبة حياتك انتي بتتسرسب من بين ايديكي. اوعي تهدري حياتك لانها اغلى حاجة عندك ومش هترجع تاني، اللحظة اللي بتعدي عمرها ما هتتعوض. سادس حاجة انا فعلا ما قدرتش اغير من نفسي الا لما فهمتها كويس جدا، وهي ان العالم مراية لينا. يعني لو عايزة تغيري العالم بتاعك، عايزة تغيري الدنيا اللي حواليكي، لازم تبدأي تغيري حاجة من جواكي، تغيري حاجة فيكي انتي الاول، غيري افكارك، غيري عاداتك، هتتغير حياتك. لان اصلا نظرتك للعالم هتتغير وهتشوفيه بطريقة مختلفة، وبالتالي حياتك نفسها هتتغير بالتدريج واحدة واحدة. اخر سر النهاردة وهو الاهم فعلا بالنسبة لي علشان بيه بقدر اطبق كل الخطوات اللي فاتت، وهو الورقة والقلم. الورقة والقلم دول انا بعتبرهم اصدقائي المقربين الاوفياء اللي ما بستغناش عنهم ابدا مهما حصل. عايزاكي تدوني وتكتبي كل افكارك على الورق اول باول، لان ده هيساعدك تحافظي على افكارك وترجعي لها تاني بسهولة. اي فكرة مش مكتوبة بتتنسي وبتطير في الهواء وكأنك ما فكرتيش فيها اصلا. افتكري مع نفسك كده جاتلك كام فكرة وانتي واقفة بتعملي اي حاجة وحسيتي ان الفكرة دي مهمة قوي ولازم تنفذيها، وبعدها ب5 دقايق او 10 دقايق او نص ساعة بالكتير كانت طارت واتبخرت وما بقيتيش فاكراها اصلا. ودلوقتي عايزة اقولك ان السنين بتعدي وكل سنة بتعرفني ان العمر مش مجرد رقم. العمر هو الخبرات اللي بنكتسبها والعادات اللي بنبنيها، هو الهدايا اللي بنهادي نفسنا بيها، مش اللي بنستناها من اي حد تاني، لاننا عارفين ومتأكدين ان سعادتنا بايدينا.